السلام عليكم الحباب ديالي، كيف صبحتوا؟ تصبحوا تربحوا ان شاء الله. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير وليداتي وبنياتي؟ عواشركم مبروكه، يدخلوا عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله وطول العمر. وباش ما تمنيتوا الصحيحه هي راس المال بنادم. المهم كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ ايوا الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الغدا ديالي، ما جبرت ما نعدل، قلت راه نشارك معاهم الغداوي ديالي. شحالو ما عملت شي فيديو. عندي هنا شويه ديال الحوت باش نعملوا ليه قامه. شوف، عندي هنايا الملحه على حسب الذوق، والكيمون وفلفله حمراء، شويه د الابزار، شويه د الخرقوم والقزبر، وشي حاجه د المعدنوس معاهم، غير شي حاجه د المعدنوس والقزبر، الربع د الحوت والثومه والملح على حسب الذوق. ماشي ان شاء الله يا ربي نخويهم على هذا الحوت هذا. ها الحوت عندي مغسول مصفي معدل. بسم الله. نعصر عليهم شويه د الليمون، حيت الخل ما عنديش والليمون مشى. قلت لبني يمشي يجيب لي شي ليمونات على الله تجبرهم انا عند الحانوت. المهم نعصر هذا النص د الليمونه حتى يجيب لي الليمون. نشبر هذا الحوت نشرملو كامل هكذا وندخل فيه ديك القامه مزيان. اللي عطا الله هو هذا الحبيب ديالي كل نهار ونهار. القناه لا بغينا نصوروا فيها يومين خصك يكون عندك الماده باش تشري الحاجات وتعدلهم. ايوا الحمد لله عليها، ما كنجبروا ما كنصوروا ما نعدلوا والو. والله الحباب ديالي. وكيف نتوما بعدا؟ شحالو ما شفتكم، شحالو ما تهاودت معاكم. واللي كيسمع لي صوتي وكيبغيني يعمل لي غير لايك وبارطاج، يعمل لي تعاليق. ايوا هو هادشي اللي كنعرف انا، كنقول غير اللايك وبالبارطاج. هادشي اللي كنعرف الحبيب ديالي. لا كنشبر هاد الحويتات هكذا، نشرطهم هكذا باش كتدخل فيهم الاقامه. هنا ومن هنا هكذا. هذا البجوق. هكذا نشرطو كامل هكذا باش ملي كيكون كيدخل فيه الاقامه كيجي مزيان. الحوت كامل من كتدخل فيه الاقامه كيجي مزيان. نخليه دابا، نخليه يترقد على خاطرو، باقي بكري. هذه عاد 11:30. نشبرو نخليه هكذا يدخل فيه الاقامه. وعندي هنا الحباب ديالي الفلفل باش نعمل التشرميله معاه، ما ناكلوش ناشف. عندي فلفله حمراء، الفلفله خضراء وفلفله حمراء. انا كان عندي في المجمد ملي كيكون رخيص كنشريه وكنقطعو كنعملو في الفريغو. المهم ماشي نقليه هذا غير بالزويته والملح، نعملو غير الزيت والملح ونعملو يتقلى مزيان حتى كيتقلى مزيان. كنعملو شويه د فلفل غابره وشويه د الابزار وكنخوي عليه صوليص، حيت عندي غير صوليص مطيشه غاليه. وهذا الشيء اللي كاين الحباب ديالي. هانتوما معايا بلاتي نمشي نغسل يدي ونرجع معكم عاود. انا الحباب ديالي ها الفلفل ديالي، شوف كيفاش تقلى حتى وقف في الزويته ديالو. ها وقف في الزويته ديالو باش كيطلق المذاق وصافي. ما ناكلوش الحوت ناشف. ودابا باش نخوي عليه صوليص. ها مطيشه عملت هنا عندنا في الحوانت ب1200، في المدينه ب1000 فرنك. ايوا صافي. ها حنا الحباب ديالي هذه فيها غير شويه د الثومه وشويه د الربيع والملح والزيت صافي. انا الحبايب ديالي دابا نردها تغلي واحد شويه ونبدا معكم ان شاء الله. باش نقلي الحوت ديالي دابا عاود. ها الحوت ديالي دخلت فيه الاقامه ديالو، عاود نقليه وجيو تغداو معايا. مرحبا بكم والف مرحبا.
كاع اللي قريب لي مرحبا والف مرحبا به. الله يعطيكم صحيحتكم والله يوقف معاكم والله يدخل عليكم هاد الشهر بالصحه والهنا وطول العمر باش ما تمنيتو الحباب ديالي. يلا انا نقلي الحوت ديالي دابا ونوجدو ان شاء الله وانا معاكم. راه كلشي كيعرف يقلي الحوت. انا الصراحه لا بيني وبينكم كنت باش نعملو في الفران، جبرت البوطه عندي في الفران قضيه، ما كنت عملتو لي قامه زعما قلت نعملو في الفران، نعملو شويه د هيدا شويه د الزيت وديك نحشيه في الفران يطيب. ايوا الحمد لله البوطه ما كايناش وما عندي اللي يجيبها لي. يلا باي باي ومع السلامه وعاونونا باللايك وبالبارطاج. الله يرحم والديكم في هاد العواشر، اللي بغى واللي ما بغاش الله يرحم والديه. ها الحباب ديالي ها الحوت ديالي قليتو وها الشليوده ديالي والترميله ديالي. شوف كيف جات خطره تبارك الله، جات كتحمق. الماكله خفيفه، الماكله الصيف. ها نتوما انا قلت لكم اللي بغى يجي يتغدى معايا مرحبا به، واللي بغى يجي عندي فعلا مرحبا به والله العظيم مرحبا والف مرحبا. انا ساكنه في تطوان وساكنه من جهه جبل درسه، ماشي الفوقي. سقسيو غير على الدوشه د الحفره من تجيو هيدا الجبل درسه فوق مريوكا. الدوشه د الحفره كتجبروا الدوشه وكتجبروا فيها واحد السيده اسمها حنان، قولها وريني الدار سعاد، هي تجيبك حتى للدار عندي صافي. ومرحبا والف مرحبا بكم. يلا الحباب ديالي عاونونا باللايك وعاونونا بالبارطاج ودعيو معنا في هاد العواشر تطلع لي هاد القناه ديالي. هادشي اللي كنتمنى، دعيو معايا الحباب ديالي وتهلاو في راسكم وعواشكم مبروكه. نقولها ونعاودها، الله يعطيكم ربي الصحيحه ديالكم. يلا الحباب ديالي وتهلاو في راسكم.